ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل اي حاجه برحب بزميلي عمر فرغل. ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ ازيك يا ممدوح؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يا رب تكون كويس. مبسوط ان انا معاك. انا اللي انت ومصطفى. وازيك يا مصطفى؟ اخبارك ايه؟ اخبارك يا ممدوح؟ وبنرحب بعمر معانا اول مره في استوديو اكس، واسيبك انت بقى تقدم بقى عمر طبعا من الشخصيات اللي عندها باشن مرعب للكوره. راجل كان في الاول دخل كارير التدريب لما قعدنا نتكلم مع بعض يعني، وبعدين عمل شيفت كارير جوه الكوره يعني، ما راحش بره. اشتغل في فكره انه يشتغل محلل اداء، القصه الجميله دي. وبعدين ربنا كرمه اشتغل شويه في نادي فيوتشر، صح كده ولا غلط؟ صح. وبعدين طلع السعوديه لغايه ما في يوم من الايام الحمد لله حقق جزء من احلامه ويتصور مع ستيفن جيرارد لانه كان شغال في نادي الاتفاق. فضحتك كان على الهوا. ضحكتني، سلمتني. احنا لسه هنقعد نتكلم، بس قبل طبعا ما اي حاجه عايزين الاول نعزي طبعا نفسنا كلنا في المصاب اللي حصل من يومين بوفاه احمد رفعت، ونقول له طبعا الاهل والبقاء لله، وربنا يلهم اهله رب الصبر والسلوان. طبعا كلام كتير اتقال ولغط كتير يعني، ده جزء من المنظومه اللي احنا دايما شايفينها، والعبث الكروي اللي دايما انا ومصطفى دايما بنحكي عليه. طبعا ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله ويصبر كل محبيه. طبعا وحقه عند ربنا اكيد ان شاء الله، ده اكيد يعني، لو حتى يعني حقه ما جاش في الدنيا واكيد حقه هيجي في الاخره. احنا بس بنتمنى ان الناس تبص للموضوع بقى وتحط قوانين احسن من دي، لان طبعا المواضيع فيها لغط كتير وكلام كتير وناس كتير بتتهم. وعارف الموضوع يا عمر، يعني في مثلا النهارده على الساحه في مثلا مش اقل من 15-20 واحد جوه دايره الاتهام. مشكله الموضوع ده بالنسبه لي ان ده بيتوه الحقيقه، مش بيحطك في الحقيقه. يعني احنا مش عارفين نركز في مين اللي عنده اولويات الشغل، ومين اللي كان مسؤول عن احمد رفعت، ومين اللي كان المفروض بيدور احمد بطريقه كويسه، ومين اللي كان بينصحه، ومين اللي بيتولاه في النادي، والكلام ده كله عشان تقدر توصل للموضوع. النهارده احنا قدامنا على الساحه لو مسكت السوشيال ميديا هتلاقوا مثلا مش اقل من 15-20 اسم بدون مبالغه يعني. فده انا شايف ان هو للاسف مودي القضيه في حته تانية. فيعني كل اللي اقدر اقوله ان ربنا اكيد طبعا يعني، وما كان ربك نسيا وما كان ظلاما للعبيد، واكيد ان شاء الله حقه هيرجع زي ما قلنا، لو مش في الدنيا هيبقى ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى في الاخره. خلينا بقى نبدا ونقول بسم الله. انا عايز اسال الاول، انا عشان ابقى محلل اداء ايه اللي اخده؟ ايه الدورات؟ ايه اروح فين؟ اخبط على مين واقول له لو سمحت انا عايز محلل اداء؟ السؤال ده بص من اهم الاسئله اللي موجوده في شغلانه تحليل الاداء. هو في عيب وفي ميزه. الميزه انك انت لو عندك نوليدج في الكوره كويسه جدا، سهل مؤخرا انك تبقى محلل اداء. كل مصر بقى عندها نوليدج، اقسم بالله العظيم 3. لو سالت بنت خالتي هتلاقي فاهمه في الكوره برضه، هتقول لك مربع 14 والجرينتا والمزيله، صح وريجيستا، وكل ده هيتقال. احنا عايزين بقى نبقى ايه، نشتغل بروفيشنال. مش هنفضل طول الوقت قاعدين على التلفزيون وبنشرب كوبايه نسكافيه قدام الماتش وقاعدين بنحلل. هي دي ممدوح الازمه دلوقتي، ان محلل اداء مش معترف الكورس نفسه بتاع تحليل الاداء ملوش جهه رسميه. يعني الفيفا مش منزله كورس تحليل اداء، الكاف، الويفا، كل الحاجات دي مش منزله كورس رسمي معترف بتحليل الاداء. والله. يعني دلوقتي ممكن انا او انت نفتح كورس سنتر كده ونعمل كورس تحليل اداء، الف مبروك بقيت محلل اداء. يعني حاجه ملهاش لايسنس، يعني معنى حتى صح. ده ملهاش لايسنس. السبوبه دي جامده قوي يا جدعان. معانا فرده اهي، فرده بتفهم. فيلا اللي حابب يا جماعه يتصل على تليفوناتنا، وان شاء الله هياخد اول كورس معانا، ونوعدك ان شاء الله ايه بفرصه. اي حاجه ما كله بيقول هي دي اللي بنتكلم فيها. اللي بيميزك طبعا ان انت تبقى عندك معرفه اكتر، انك انت تبقى عندك تاتش جوه الملعب شويه، يعني لعبت كوره، دربت الحاجات دي جوه الملعب، بتخليك مع مؤخرا تعرف تميز التفاصيل المهمه المطلوبه للشغلانه. طيب انت اخدت ايه؟ يعني انت عشان توصل للمرحله دي اخدت ايه؟ دلوقتي في كورسات نازله. انت ممكن تاخد كورس تحليل اداء وانت في بيتك. ده حرفيا يعني اقوى منظومات بتقدم، اقوى اورجانيزيشنز بتقدم كورسات تحليل اداء كلها اونلاين. عندك جامعه برشلونه اسمها بارسا انوفيشن هاب، دي بتقدم بارسا انوفيشن هاب بتقدم للي حابب يكتب عليها، يعني يدور عليها ويسرش وان شاء الله هيلاقي كورسات شامله لكل حاجه في الكوره. لو حاجه ميديكال، حاجه ليها علاقه بالفتنس، حاجه ليها علاقه بالكوتشنج، حاجه ليها علاقه باداره الرياضه، وحاجه ليها علاقه بتحليل اداء.
فدي بتقدم الكورسات دي. عندك برضو منظومه تانية اسمها BFSA دي انجليزيه برضو بتقدم كورس عارف انا دي تبع الاتحاد الانجليزي بيقولوا دي ممكن اخليك تاخد الكورس بتاعها في 10 دقايق يعني. ممكن نطلع بريك دلوقتي اخليك تبقى محلل ده ونرجع تاني. ايه ده؟ دي جامده قوي دي. ما هو ده بقى تحمل الكورس على فلاشه كده في ثانيه يعني انت قاعد. لا يعني زي الواحد ما بيحضرش الكورس كده ومعاه واسطه فبياخد له يعني الاجازه. انا شفت واحد بعيني قبل كده كان عايز مش عارف احكيها ازاي دي. كان شغال محلل اداء في مكان ما. الناس هنا كلها تعدي وكان عايز يطلع كارنيه تحليل اداء في دوله تانية غير مصر يعني. مش عايز تقول مين؟ يعني السعوديه. تمام. ده مش عيب في الدوله، ده عيب في فكره ان هم مش عاملين لايسنس رسميه. اما انت بتقول الراجل رفع، المهم الراجل خد الكورس في 10 دقايق. هو في الاول رفع رخص التدريب بتاعته اترفضت. تمام. يعني رفع رخص التدريب اترفضت عشان هو محلل اداء. فهو المفروض ياخد كارنيه عشان يعرف يخش الملعب. فدخل خد الكورس في 10 دقايق، رفعه للاتحاد المعني، ابغى لايسنس. بعد كده والله ابغى لايسنس بقى محلل اداء رسمي ونزل الماتش. والله العظيم 3 دول حبايب، اقسم بالله انتوا ناس عظيمه. بعيد عن التفاصيل دي. ماشي. احنا في مصر هنا من قبل ما تقدم انت بس انوي. طب انت احكي لنا بقى، يعني انت مثلا قبل التجربه بتاعتك اللي في نادي الاتفاق السعودي، احكي لنا كانت تجربتك ازاي هنا الاول في مصر، عشان انت بعد كده وصلت ان انت تبقى موجود في على مستوى قطاع الناشئين في الاتفاق. هبدا معاك الموضوع بفكره ان فكره تحليل الاداء دلوقتي بقت موضه. فانت عايز تبقى محلل اداء ليه؟ عشان انا بعرف اجيب تفاصيل ومش عارف ايه. وفي ناس بتوصل، في ناس اهم حاجه اسال اي حد يقول لك الشغف. اهم حاجه الشغف. في ناس بتوصل لمرحله ان هي بتخترع حاله في اللعب عشان يبقى محلل اداء كويس. يعني ممكن يجيب صوره واحد عامل كده مثلا، يقول لك ده وضعيه الجسم بتاعته فيها مشكله ومش عارف ايه، والوضع التشريحي والسكاننج بتاعه هي صوره عاديه جدا. زي ما ممكن صوره انا وانت قاعدين حد يحللها عادي جدا وما فيش اصلا حاله، ما فيش كيس. بحس بكده فعلا. معلش مقاطعتك كلامك، يعني انا بشوف كميه الناس اللي بتقعد تحلل الماتشات، بحس ان بيقعدوا يكتبوا كميه ديتيلز. يا جدعان انتوا عايزين تقنعوني ان الناس الكبيره دي طبعا هي على راسنا والله من فوق، ان كان جوارديولا بالذات، لان طبعا انت عارف هو امبراطور الديتيلز يعني، وقعد يسال ويقول اصل ده هيقف هنا، فده لما انا هقف له هنا هيتحرك كده، وده هيوسع له هنا ففتح له مساحه، ولما التاني عشان وضعه التشريعي مش عارف عامل ازاي فعرف ياخد خطوتين لقدام، دول سهلوا على الواد انه يرفع الكره ويضرب الاوفسايد. كل ده يعني انتوا عايزين تقنعوني ان الحاجه اللي بتحصل في كسور الثانيه والصدفه طبعا وطبيعه اللعبه هي اللي بتاثر على القصص دي. كل ده بقى قالوا مدرب. والله ده حاجه يعني الاداء اللي انتشر في الفتره الاخيره ده كده بقى اصله عالم الغيب، ما بقاش محلل اداء بالظبط. بس هو محلل اداء ليه انتشر الفتره الاخيره؟ لان علم الكره بقى حديث، بقى بيحصل له ابديت. الكره بتتغير. زمان الكره كانت بتعتمد على المهاره الفرديه، دلوقتي بتعتمد على السرعات والبدني. يعني محمد صلاح قوته في سرعته، يعني اكتر حاجه بتميز محمد صلاح سرعته. فدلوقتي الستايل بتاع زيدان وكاكا النهارده اختفى، اللعيب الهادي اللي هو بيتقل على الكره والكلام ده. فبالتالي اصبح انماط اللعب بتتغير بسرعه جدا، والهيكل الاستراكشر بتاع الفورميشن بتاع اي فريق بيتغير في جزء من الثانيه. فبالتالي محتاج قرايه اكتر من قرايه المدرب. المدرب مهما بيقرا في جوه الماتش مش بيقرا 100% من الماتش، مستحيل. هو لو وصل ل 30-40% من الماتش كتر خيره، يبقى ده مدرب عبقري. طب بيرجع لمين؟ بيرجع للجهاز الفني بتاعه. طب بيرجع لمين؟ في حته التكنولوجي. وهنا بقى نرجع لحته تحليل الاداء. التكنولوجيا هي اساس شغلانه محلل الاداء. يعني ايه التكنولوجيا دلوقتي؟ انت لما بتيجي تتكلم مع الجهاز الفني كمحلل اداء بتتكلم مش بلسانك ومش بالكلام ومش بالارقام والداتا والاناليسيز والكلام الفيديو. الكلام الجميل. الفرق بين محلل الاداء واللي قاعد على القهوه ان محلل الاداء راجل بيتكلم بحاجه دوكيومنتد، ان انا شفت ثغره، شفت اختراق، شفت حاجه فاضيه نعرف نعمل منها هجمه، في ثغره ورانا عايزين نسدها، فبيتكلم بورقه وقلم وايه. في كمان مديرين فنيين في اوروبا بيخلوا بالنسبه للمحلل الاداء او في مدرب مثلا مساعد اللي هو بيحلل برضو الاداء، دايما يقولوا ايه مثلا لا ما يقعدش جنبه تحت مثلا على البنش مثلا، ويبقى قاعد فوق مثلا في المدرج، بحيث تبقى الفيجن بتاعته مختلفه عن اللي قاعد تحت. انا برضو انا عايز اسالك بما انك انت في الموضوع، فعايز اسالك هل الكلام ده فعلا بيبقى صح ولا هي مدارس مش بالظبط. هي مدارس كتير جدا. يعني في مصر مختلفه عن الخليج، عن اوروبا، عن احنا نختلف عن اي حد بيه. احنا نختلف عن اي حد. احنا جمال. معلش لمؤاخذه بيه 7000 سنه حضاره، احنا اللي بنعبي الشريط بصوتنا. يعني انا هقول لك مثلا بره، هقول لك اعلى ليفل عامه. بره بيبقى فيه
هديك مثل، مش هندي مثل على نادي، هنقول العرف هناك في اوروبا ماشي ازاي. يعني الكونسيبت بتاعه بيبقى اصلا في حاجه اسمها، احنا بنبدا بحاجه اسمها هيد اناليست، يعني رئيس قسم تحليل الاداء. تمام. طيب بعده بيبقى فيه كذا نوع من محلل الاداء. عندك حاجه اسمها اوبوننت اناليست. اوبوننت اناليست دوت بيبقى بيحلل الفرق المنافسه، دي شغلته بس. عندك واحد اسمه فيديو اناليست، ده مصور، ده بيصور وبيجيب حالات لو اتطلب منه او لو لاحظ حاجه بالاتفاق مع الجهاز الفني. وبيبقى ساعات بيبقى الفيديو اناليست ده اللي بيبقى قاعد فوق اللي انت كنت بتسال عليه من شويه، بيبقى جنبه واحد محلل اداء تاني برضو بيتابع معاه عشان يبقى الكيس في ده. لينك بينهم ومن بعض، يبقى الموضوع بالنسبه بالظبط لهم كده. سهل. لو في اي ملحوظه او حاجه يبتدي بالظبط. ينور له عليها. عندك بقى حاجه، خد بقى التقيله بقى، عندك حاجه اسمها سيت بيس اناليست. يعني ايه سيت بيس اناليست؟ ده محلل اداء كور ثابته بس دي شغلته. وعلى فكره ده من يعني الناس فاكره ان ده يا ريت نشتغل محلل اداء لا، كور ثابته على فكرة ده واحد من الناس اللي بيطلع هناك. على فكره كلامك ده فعلا مظبوط. ده مش من 3-4 سنين كمان فاتت، كان في الجهاز سيميوني في اتلتيكو مدريد، وجوارديولا نفس القصه مع السيتي. كان في مدرب لرميات التماس بالظبط. من اوضاع أيوة، معينه بتاع في ليفربول. الملعب. في واحد بتاع بالظبط. ليفربول انا اعرفه، وفي ليفربول معروف. زي ما محمد قال كده كان في مدرب باسكت كمان يعني موجود كمان في الجهاز لحاجات معينه. فالحاجات دي فعلا تفاصيل صغيره. بحر واسع. بحر واسع. يعني انا بكلمك دلوقتي عن محلل اداء. لا، في محلل اداء بتاع تمرين بس، في محلل اداء فردي، يعني هو محلل اداء فردي فقط. طب دول اصلا بيريبورتوا لمين؟ للهيد كوتش على طول؟ لا، في بعض الانديه يقول لك السيت بيس اناليست محلل اداء الكره الثابته بيعود لمين؟ مدرب الكرات الثابته. انت متخيل؟ يعني هو مش يعني في مدرب للكره الثابته ومحلل للكره الثابته. في مدرب بروجريشن، مدرب بتاع تطوير، مقاول واستشاري. في مدرب مقاول فردي. واستشاري، بنا ومناول. وفي بقى الهيد بقى اللي بيتابع كل ده، وبعد كده بيريبورت. ممكن بقى ده يريبورت للست بيس اناليست كوتش. انا دماغي لفت من الشيشه. للهيد دماغي لفت يابا. للهيد اناليست، لمساعد المدرب، للهيد كوتش. دي بروسيس ممكن تلاقيها في انديه كتير. ممكن تلاقي مدرسه تانية يقول لك لا انا عايز محلل اداء يتعامل. طب احنا نرجع يابا ل 7000 سنه حضاره. عندنا ايه الوضع؟ ما ده السؤال انا سالته لك بقى. انت بدات ازاي هنا الاول يعني قبل ما تروح انا بدات هنا ازاي؟ انا كنت شغال انت خدت الاول دوره فين؟ انا خدت الدوره بتاعه بارسا انوفيشن هاب. حلو ده. تمام. وبعد كده خدت الدوره بتاعه بي اف اس اي. وغير ان انا واخد رخصه تدريبيه من الاف اي اللي هو الاتحاد الانجليزي ليفل 1، ودي اونلاين على فكره، متاحه لكل الناس، عشان لو حد شاف الحلقه وعايز. احنا مصر لازم تمارس. يعني انت ممكن تاخدها عادي. كانت في الاول نازله بمبلغ وكده، دلوقتي مؤخرا بقى يعملوا عملوا دعم والله العظيم. شوف الدعم جاي لنا من انجلترا على البطاقه. السلام. حاسين بينا. الرخصه الاتحاد الافريقي لايسنسي بتاعت التدريب. ايه ده؟ يعني هنشوفك ماسك صن داونز في يوم من الايام؟ ماشي. عشان المدير الفني بتاع صن داونز رحل خلاص. خمسه تاني. صن داونز اللي بيمسكها لازم يبقى معاه حاجه اسمها الرخصه دي. تمام. عشان هناك عندهم دوري محترفين. بالظبط. لما نيجي نتكلم قدام اقول لك بقى موضوع الرخص دوت، لانه ده حوار ماشيين مع بعض حته. طب انا هاجي اساله لك بمناسبه موقف حصل لكام مدير فني هنا في الدوري المصري، وبما انك انت كنت في فيوتشر وقلت لنا يعني كده في الكواليس مع بعض، كان حصل موقف للكابتن علي ماهر المدير الفني السابق لفيوتشر. هنسالك هنيجي فيها، ومحمد اكيد يسالك فيها ان شاء الله. فانت قول لنا بقى يعني، احكي لنا كده، قول لنا السيستم ماشي ازاي هناك في موضوع الرخص التدريبيه. لا يعني انت خلاص انت خدت الكورسات وبعدين حلو، خدت الكورسات بقى، دور على شغل بقى يا معلم. اللي هي اصعب حاجه ممكن تعملها طبعا. بص هقول لك، انا بدات في الكوره في التدريب. قعدت ادور على فرص كتير جدا عشان اخش قطاع ناشئين، ودي فرصه بالنسبه لاي مدرب هنا صعبه، لان العرض اكتر من الطلب. ليا واحد صاحبي كده، فانا عارف انا ازاي. انت بتدور على شغل في قطاع ناشئين متارجت يعني سن معين، ولا انت اوفر اول عادي؟ بس تخش وانت لان انت لما تخش بعد كده طموحك هيتجدد. انت تخش الدوامه بس الاول تلاقي نفسك عشان نبقى عارفين بس لفوق. بس ما هتخش من فوق، ما تلاقي نفسك ممدوح في براعم. حلو. مدرب مساعد، بعد كده ممكن تبقى مدير فني، ممكن تتطور، تلاقي نفسك وصلت للفريق الاول مثلا بعد 30 سنه ولا حاجه، فيبقى ربنا يوفقك. ده كده مدرب شاب بالظبط. الله. علي ماهر هو عنده حاجه 40 سنه تقريبا، صح كده؟ علي ماهر كسر يعني خلاص عنده 50 سنه. خلاص. قال لك مدرب شاب ناشئ، شاب صاعد.
زي محمد هاني عندنا ما شاء الله لسه لاعب شاب. زي عمر جابر برضو الناس لسه مقتنعه ان هو شاب. علي ماهر جيل حازم امام فاهم شعره ابيض. معلش هنعمل ايه؟ نصيبنا كده في الدنيا يا عم عمر. كمل. بس فالفكره بتاعت انت عايز نرجع للرخص التدريبيه قبل الرخص. خلينا بس الاول كملت. ها الموضوع شيق. هنروح والله لا انا عاجبني يعني والله لا خوف. انا عشان الاقي شغل او اي حد يلاقي شغل في الكوره زي ما قلت لك العرض اكتر من الطلب. فبالتالي انت محتاج علاقات والصدفه لعبت اكيد دورها. الصدفه اكيد لعبت دورها طبعا. انا كنت شغال في اكاديميه كوره تابعه لحد معروف اسمه كابتن عادل مصطفى عشان لازم اديله حقه. من انظف ومن اذكى الشخصيات في كان لعيب حكايه يا جماعه. انا عارف الجيل بتاع جين زي ده مش هتلاقيه عارفه بس كان لعيب في نص الملعب اقسم بالله يعني بس حظه ما كانش حلو مع الاهلي. هو كمان كانت اصاباته كتير. كانت اصاباته كتير بصراحه. كان في نص الملعب كنت تتفرج عليه هو ومحمد جوده فاكر. كان حاجه صراحه. الجيل ده اللي هو غلب ريال مدريد ده عارفه. فمهم فعرضت عليه شغل كان شغال في مكان ما يعني. فعرضت عليه شغل فعجبه الشغل وبعد فتره كبيره جدا لما الكابتن عادل مسك فيوتشر كان عايز محللين اداء فعرض عليا الفكره. فطبعا انا ورا كابتن عادل في اي حاجه. طبعا لا يعني كابتن كل الشكر والتقدير يعني افتكر. لا وهو من الناس اللي ليها فضل كبير عليا جدا. وبعد كده بدات في فيوتشر وكانت سنه كويسه في فيوتشر. وبعد كده الحمد لله يعني بدات مع سنك يعني سن كام كان الفعل عمري؟ فريق الشباب. كنت محلل اداء لفريق الشباب وفريق تاني معايا لان كنت محلل اداء. محلل اداء. لا كنت خلاص بقى نقلت من التدريب لتحليل اداء. طيب هما نادي فيوتشر طبعا من الانديه المفروض ان يعني مستوى المادي كويس وناس عندها امكانيات. وفروا لك ايه؟ والله الحقيقه هم ما تاخروش عليا في الطلبات يعني. وفرنا كاميرا ومصور حتى مش كناش احنا اللي بنشتغل بايدينا. ووفروا لي برامج تحليل الاداء. والحمد لله الدنيا كانت ماشيه كويس يعني في فيوتشر. بس طبعا هو ضغط المطوشه كانت اصعب حاجه. اكبر تحدي في قطاع الناشئين خصوصا لما تمسك كذا فرقه ان احنا كنا 2 محللين اداء على حوالي 5 فرق. فكانت تحدي كبير. ده صعب قوي ده. بالظبط. فانت كنت لازم تلاحق يعني لازم. بس انت بقى في الجزء مثلا لو قارنا مثلا بينك وبين بره لان فيوتشر عنده امكانيات. انا بقارن عشان فيوتشر عنده امكانيات. نادي مش مثلا نادي لسه بقى مستني الدعم بتاع وزاره الشباب والكلام ده كله. هل موفر زي بره كتحليل اداء ولا كامكانيات؟ كامكانيات. هو اصل خلي بالك ده ممكن يكون فكر يعني. هو ممكن تكون معاك الفلوس بس مش عارف انت مش مقتنع تصرفها في ده. خلي بالك يعني فاهم قصدي. في ناس طبعا كده في انديه كوره. في انديه كوره لما تعرض نفسك عليها يقول لك يعني ايه محلل اداء اصلا في قطاعات الناشئين. انا عيني احسن من اي حاجه يعني في قطاع يعني انت قصدك في قطاع الناشئين مش معترفين شويه بقصه يعني محلل. بص يعني انا اقول لك حاجه. هو في طفره حصلت السنه دي في مصر شويه ان انا شفت بعض القطاعات الناشئين بتاعي محللين اداء. ودي حاله نادره جدا يعني. بس ابتدت السنه دي لا تنتشر لان لما كنت بقعد اقرا التعيينات كنت بشوف محللين اداء في الاسامي يعني. طب ما ده كويس يعني. احنا دي خطوه كويسه جدا. دي خطوه طبعا الانديه تبدا تهتم بده. ده شيء كويس جدا. بس اهم حاجه ما تعينش محلل اداء عشان تعمل شو لان محلل الاداء ده بيحتاج متطلبات مهمه جدا. زي ايه بقى يعني؟ انا عايز اعرف البرامج. انت النهارده البرامج دي بتخدم عليك بتطلع لك داتا عامله ازاي؟ انت في الاخر بتاخد داتا شكلها عامل ازاي؟ في برامج معينه هدفها انك انت بس تستخدمها انك ترسم. وفي برامج تانية بتعمل حاجه اسمها تاجنج. يعني ايه تاجنج؟ وده اللي كنت بشتغله في السعوديه ما اشتغلتش بيه في مصر. التاجنج دوت ان انت بتفتح الماتش يبقى شغال اوكي وانت موصل الماتش بالكاميرا بالسوفت وير. بالسوفت وير دوت انت بتبتدي تقسم الماتش وهو شغال. يعني مثلا تشوف الفيز الاولى اللي هي بتاعه البيلد اب اللي هو بناء الهجمه. عندك زرار للبيلد اب دوس عليه. بعد كده عندك زرار لما كاونتر اتاك او الديفنسز في ترانزيشن. مش عايز ادخلك في تفاصيل. انت اللي بتحط يعني. انت عينك شافت. انت عينك شايفه ان ده ان دي كاونتر اتاك. فانت بتختار ان ده كاونتر اتاك صح. تمام. اصل يا ربش ان ربش اوت يعني. هو مشكله الناس فاهمه ان البرامج دي. انا ليه بسالك بقى اصلا السؤال ده عشان يعني فاهم الناس برضو هي محتاجه سنس وعلم صح كده. يعني هي مش موضوع سنس بس ومش علم بس. هو سنس وعلم طبعا. لان هي اي ابلكيشن في الدنيا او اي تطبيق او اي برنامج هو ربش ان ربش اوت. يعني ايه اللي هتدخلوا له هيطلعه لك.
انت لو عينك شايفه ان الكوره بيلد اب عادي وحضرتك حطيتها كاونتر اتاك، هي هتسجل كاونتر اتاك، مش هتقول لك لا يا حبيبي اصحى معايا بس دي بيلد اب، وكذلك العكس صح كده. بس يعني يا باشا انا يعني احنا البروسيس بتاعتنا زي ما قلت لك بتمشي من اللايف اناليسيس، ده جزء. بعد كده بترجع بقى بيتك يا معلم تشوف الحالات ديت، تبتدي ايه تفرجها وتتفرج على الماتش تاني بالحالات اللي انت احنا ليه بنعمل تقسيم للماتش؟ عشان انت تبقى مدرب يجي يقول لك دلوقتي انا عايز اشوف الكاونتر اتاكس كلها، انت مسجل بقى لايف اوكي، افتح وري الكاونتر اتاكس كلها بس، فانت كده فرغت المنتوشه. طيب انت عايز توري حالات معينه، طب الحالات المعينه دي بناء على ايه؟ بناء على فكرك بس؟ لا، المدير الفني او الشخص المسؤول عنك هيجي يقول لك في جاب عندنا كانت موجوده مثلا في الرايت باك، كان بيطلع من مكانه كتير مثلا، فسجل لي السبيس بتاعته، عايز اشوف السبيس بتاعته، تروح واخد اللقطات ديت وتبتدي ايه تحللها وتبتدي ترسمها وتبتدي تبعتها للمدرب عشان بعد كده مؤخرا يوريها للعيبه في المحاضرات. طيب انا عايز اسالك على حاجه برضو، انت اشتغلت طبعا محلل اداء زي ما قلت على مستوى قطاع الناشئين هنا في مصر، قول لي بقى ما صعدكش مره؟ ايه ما صعدكش مره؟ انا قبل الاتفاق كنت شغال في فريق اول هنا لا في السعوديه. في السعوديه ما جميل. نادي من الانديه المحترمه في السعوديه اسمه النهضه. تمام. ده نادي من الانديه اللي انتكست في السعوديه، يعني كان ماشي في الممتاز ونزل درجتين في سنتين ورا بعض. يعني ان لم تخوني الذاكره، هل هو من الانديه اللي صعدت السيزون الجديد في الدوري السعودي ولا مش هو؟ اللي انا اعرفه القادسيه هو اللي صعد، والنهضه ده شفت فيه عرض لاحد اللعيبه عندنا في الدوري المصري السنه، بس غالبا هو او الشعله او حاجه زي كده. النهضه ده من 3 سنين بالظبط كان موجود في دوري الهيلو، فنزل سنتين ورا بعض، فهو اصلا بعيد عن الاضواء دلوقتي. بعيد بالظبط كده من ده. يعني انت عارف دلوقتي الدرجه الثانيه السعوديه، يعني معلش طبعا ان انا بقول الكلام ده، ممكن يكون في التنافسيه والمستوى ممكن يضاهي الدوري المصري بتاعنا، لان انا اكيد دوري الهيلو ده كفايه الرعايه بتاعته يعني. بالظبط كده. احنا شفنا نادي القادسيه السنه دي، وبما اننا يعني ان شويه في قصه بس بتابع دايما الدوري طبعا الممتاز، دوري روشن طبعا السعودي، فبشوف بتابع شويه على مضض كده يعني الدرجه الثانيه، لا فيها مستوى تنافسيه عالي. وشفنا نادي القادسيه السنه دي اللي صعد، وحجم الميزانيه اللي محطوطه، عشان محمد طبعا بيحب الحاجات اموت انا في الماني الكتمنص، انا اديني في الكتمنص، هتقعد تقول لي مربع 14. انت القادسيه بالمناسبه تعاقد السنه دي مع ناتشو لاعب ريال مدريد حبيبك. القادسيه نادي بيملكه شركه ارامكو اللي هي من اغنى شركات في العالم، مش من اغنى شركات من في العالم حرفيا، شركه بتملك البترول يعني. فانا عشان ايه ما نغوطش قوي يعني انت ماني توك يا وحش ماني توك. انت دلوقتي بقى لما رحت نادي الاتفاق السعودي واشتغلت او نادي النهضه، يعني خلينا ستيب باي ستيب كده، لما رحت نادي النهضه ايه المختلف بقى؟ ايه اللي انت شفته في فرق ما بين ما انت كنت في فيوتشر او في مصر او قبل فيوتشر وشفته هناك مختلف لما بدات تشتغل محلل اداء على برضو مستوى الناشئين؟ قارن لي ما بين هنا وهنا. بص، هو الفكره ان فيوتشر مش هقارنه ببقيه الانديه في مصر، لان فيوتشر كان يعتبر في الفتره اللي انا كنت فيها كان يعتبر نادي متطور شويه، لكن الكيس العامه في مصر يعني مش يعني في ملفات كتيره قوي في الموضوع بتاع المقارنه ده. لا انا مش بص مش هنروح لي مش هنروح للحاجه اللي وحشه. انا عندي سؤال واحد بس، الاهلي والزمالك وبيراميدز عندهم نفس الفكره بتاعت ان يبقى فيه محللين اداء في الناشئين والكلام ده، يعني ده موجود بدا يتواجد يعني؟ طب ده كويس، عندهم اقسام كمان كويس. لا انا بسالك فيه بس يعني بمناسبه ان محمد قال لك عليها، احنا مش هنروح لكل الانديه، لان محمد قال لك في اول الكلام مش كل الانديه بيبقى معاها الامكانيات الماديه، ومش كل الانديه معاها فلوس، طبعا بتستناش دعم من وزاره الشباب والكلام ده. هنتكلم على الكيس بتاعت نادي فيوتشر انت كنت فيها، وبما ان فيوتشر تبع هنا مصر، فانت قول لي يعني ايه اللي انت شفته مختلف في اقسام تحليل الاداء؟ في تحليل الاداء على مستوى قطاع الناشئين طبعا. في فيوتشر بالذات ليه فيوتشر كان مختلف؟ لان فيوتشر كان ساعتها احنا كنا عندنا قسم تحليل اداء، الكلام ده من سنه ونص، ما كانش تقريبا غير نادي ولا 2 كمان في الدوري الممتاز عندهم في الناشئين كان عندهم قسم تحليل اداء، فكان الموضوع لسه جديد ولسه مختلف وكان قابل للتطور، فاهمني؟ فما كانش يعني المقارنه دي مش هتبقى عادله شويه، لكن انا ممكن اديك مقارنه كامله عن فكره تحليل الاداء وصلت لايه في السعوديه وهي ايه في مصر دلوقتي. تمام. وصلت في السعوديه ان احنا مثلا كل الانديه بتاعت الدوري الممتاز دلوقتي عندها في الفئات السنيه بيقولوا عليها هناك قطاعات الناشئين عندها محلل اداء لكل فريق. بعض الفرق في الناشئين في الانديه اللي هي ماديا مرتاحه في السعوديه عندها 2 محللين اداء لكل فئه من الفئات السنيه.
بيبقى واحد مسؤول عن ايه وواحد مسؤول عن ايه؟ بما انك قلت المواضيع بتبقى سبيسيفايد شويه. على حسب الجهاز الفني. ما هو انت بص، المدير الفني هو كل حاجه في شغلانه تحليل اداء، هو اللي بيحدد أنا النقطه فاهم دي. انا فاهم انا بتكلم هو يعني العرف هناك ايه؟ الاغلب بيعمل ايه؟ مثلا واحد محلل اداء للفرقه، واحد الفرقه منافسه، ولا بياخد واحد الفرقه لا بتاعته؟ بيقسموا الشغل، اللي بيقسموا ما اقدرش اقول لك، لان يعني الاثنين بيقوموا بشغل الفرقه بالظبط. لا بيقوموا بشغل الفرقه، يعني في فرق بيبقى فيها محلل اداء واحد بس. الفكره مثلا الشغل في السعوديه بالتحديد في الفئات السنيه، اولا انت مفيش كلام واحنا قاعدين على الترابيزه كده، في كلام ورق، في كلام سيستم على السوفت وير معمول النادي عامله عشان نتكلم بيه، داتا وارقام طبعا، كل واحد بيتكلم ده في كل الشغلانات مش في تحليل ده الأرقام. بس. يعني بتاع الفتنس انت وصلت لايه، ابعت الريبورت بتاعك، اعمل ابلود كذا 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 كذا، المدير الفني هو قاعد بيفتح اللابتوب يشوف الشغل ده على وصل مستوى لإيه. الناشئين. بالظبط، ده على مستوى الناشئين. جميل جدا. حاجات كتيره بقى، عوامل خارجيه تانية في قطاعات الناشئين هي في السعوديه كلها. في حاجات انت دلوقتي عايز تقرا منافس، تمام؟ في مشكله هنا بتقابلك في مصر مثلا، ان انت مش معكش فيديو للمنافس في الفئات السنيه. مش كل هم ليه ما بداوش من سنه؟ طالما الموضوع بتقول من سنتين، ليه من الناس دي ما سجلتش وعملت نفسها داتا هنا في مصر؟ اه لان احنا كنا بنروح بعض الانديه كبيره يقول لك لا ما تصورش عندي. لما يجي لك ليه؟ لما يجي لك على الاقل معاك فيديو، على الاقل لما يجي لك. يعني انت قصدك في السعوديه في المباريات بتاعه الناشئين على مستوى قطاع الناشئين في السعوديه مسموح ان كل واحد بيروح مثلا من الانديه المنافسه بيروح يصور عادي مباراه لفريق تاني هيلعبوا في وقت ما. انا هقول لكم على الصدمه في الحته ديت. انا لما وصلت السعوديه ما كانش فيه داتا كتير بعرف اجيب منها فرق منافسه. في خلال تقريبا 4 شهور من ساعه ما وصلت لقيت فجاه كل ملاعب فيها كاميرتين عاملين كده بالظبط، كل واحده باصه في ناحيه بالظبط. هي دي اللي بتسجل المباراه. الكاميرات دي شغاله بالذكاء الاصطناعي. حضرتك عايز تشوف اي مباراه في الممتاز شغاله بالذكاء الاصطناعي. تمام. بتعمل تراك للكره، بتمشي ورا الكره لوحدها لحد دوري الدرجه الرابعه في الفرقه الاولى، ولحد دوري الدرجه الرابعه في الناشئين. حضرتك تفتح الموقع الاتحاد السعودي دلوقتي، تفتح اي ماتش تتفرج عليه. طب تقدر تقول لنا الموضوع ده بتاع الكاميرات اللي انت بتحكي عليه بقاله كام سنه؟ هم حتى عاملين اشتراكات حتى دوري السعودي. ده اول سنه اتعمل في السعوديه السنه دي، السنه اللي فاتت يعني الموضوع لسه جديد يعني. لسه جديد جميل. واتعمل في ثواني. اللي هو ايه؟ الكاميرات بتاعت الذكاء الاصطناعي. هم على فكره حتى هم متجهين دايما للديجيتال. انت حتى لو تاخد بالك الاشتراكات بتاعت القناه السعوديه اللي هي مسؤوله عن البث بتاع الدوري السعودي هي على الديجيتال. بص هو بجد المقارنه، احنا عندنا مشكله كبيره في مصر. احنا الناس بتسبق واحنا مش هقول لك واقفين في مكان، احنا بنرجع لورا. بالظبط، الله ينور عليك. هوب منتج يا باولو هوب. لا احنا بلد 7000 سنه حضاره. بس انا كلمتك على الويب سايت بتاع الاتحاد السعودي، تفتح تعرف انا لو فتحت الموقع بتاع اتحاد مصر هتلاقي ايه بقى؟ اقول لك، هتلاقي اخر بوست معمول عن فيتوريا في سنه 2023. تمام. لا مش الدرجه ده بصرف. طب جميل. احنا لسه في الجديد اهو. افتح دلوقتي على ما تشوف. مش بس كده، بيقول لك جديد 2023. ايوه، ما احنا بالنسبه لنا جديده. تمام. احنا الزمن عندنا متوقف. اسوأ ديزاين هتشوفه في حياتك، يعني الديزاين والالوان. هتلاقي الصور، عارف الصوره بتبقى يعني انت مش شايف الخبر. ايه يا عم، ده بقى لهم زمن بيقول لك الجنيه المصري ده احلى ديزاين عمده في العالم. ايه اللي بتقوله ده؟ احنا ناس عندنا مبدعين يابا. انت بس والله بقول لك ايه، انت اللي بس ايه. لا ده كده مش هتنفع. انا بس عايز اسال على حاجه بس عشان ما انساش، يعني عشان دي شغلاني دلوقتي لما انت قلتها. موضوع الكاميرا اللي شغاله بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي دي بقى، اي حد عايز ياخد منها داتا بياخدها ازاي؟ انا دلوقتي عايز بقى اخد المباراه اللي اتلعبت دي، بعمل ايه؟ بتفتح الويب سايت بتاع الاتحاد السعودي. هم لسه ما ادوش الاوبشن بتاع داونلود، بس انت عارف طبعا احنا بيبقى عندنا شويه فهلوه كده، فبنعرف نجيب الفيديو ننزله على اللابتوب. يعني في امكانيه في حاجه متاحه ان انت تقدر تجيب برضه المصري في اي حته. اقسم بالله العظيم 3 وحش يا باشا. الجيش قالك اتصرف. عمر والمصحف بقول لك ايه، وحش. الله يكرمك. اقسم بالله وحش.